أهلا بيكم. سعر الذهب هيصل إلى 1751 جنيه. ده المقال اللي احنا هنحلله، نازل على المصري اليوم من باحث اسمه ياسين أحمد. طيب، في البداية أنا عايز أعرفكم أنا بحسب سعر الذهب إزاي. في حاجة يا جماعة بتسمى البنك التجاري الدولي. البنك التجاري الدولي في مصر والبنك التجاري الدولي بره مصر. انا بعرف سعر الدولار او المتجه على الدولار من خلال المؤشر ده. ما بعرفوش من السوق السوداء وما بعرفوش من التجار، انا بعرفه من المؤشر اللي موجود عندي بره. المؤشر ده ببساطة بيقول لك سعر سهم البنك التجاري الدولي بكام في مصر، سعر سهم البنك التجاري الدولي بكام في لندن، وبيسموها شهادات ايداع البنك التجاري الدولي. بعمل ايه؟ بجيب سعر البنك التجاري الدولي في مصر، اقسمه على سعر البنك التجاري الدولي بره مصر او في لندن، ودي بالنسبه لي من افضل الطرق اللي بقدر اعرف منها سعر الدولار او على الاقل المؤشر اللي رايح للدولار. ودي طريقه رقميه، مش سوق سودا ولا اي حاجه. سعر دي النهارده كان عباره عن في مصر 52 تقريبا 25، على بره عبارة عن 1.15، تقريبا مدينا 45 جنيه. 45 جنيه دوت عبارة عن ايه؟ 45 جنيه دوت ده حاجة رقمية او حاجة تقدر تحسبها، تقدر ترجعه لسعر السهم البنك التجاري بره مصر وسعر السهم التجاري في مصر وتقسمهم على بعض. موجودة عند اي حد على جوجل يقدر يكتبها، يكتب سعر سهم التجاري سعر سهم البنك التجاري الدولي بمصر، سعر السهم البنك التجاري الدولي ببورصة لندن، او شهادات الايداع البنك التجاري ببورصة لندن. تجيب ده تقسمه على ده يطلع لك قيمة المقاومة بالدولار. ودي اكتر طريقة رقمية تقدر تجيب بيها بعيدا عن اي حاجة خالص. انا بالنسبة لي الدولار رايح لل 45. ليه؟ بناء على ده. تمام؟ ده سوق يعني، مش اي حد يعني، ده سوق سودا ولا اي حاجة، ده ارقام. طيب، سعر الذهب قد ايه؟ خلينا بس نبقى واضحين. سعر الذهب تقريبا عامل مثلا 56 دولار مثلا ونص. ده سعر الذهب عالميا. طب سعر الذهب عالميا ب56 ونص، عايزين بس نحسبها. 56 تقريبا ونص في 45 تدينا 2540 جنيه تقريبا. ده ايه يا عم الحاج؟ 2540 ده السعر مقوم على سعر الدولار بتاع بنك او سعر عن طريق شهادات الايداع بتاع البنك التجاري الدولي. الفرق ما بينهم خدناه وضربناه في سعر كام؟ في سعر الذهب عالميا. الكلام ده مش كلام فتي، الكلام ده تقدر حضرتك بمنتهى الهدوء وبالراحة انك تشوف الدنيا رايحه فين من خلال الكلام ده. تقدر ترجع للسهم ده في شهر مثلا 12 اللي فات، في شهر 3 اللي فات، في شهر 4 اللي فات، في شهر السنه اللي فاتت، وتشوف اسعار البنك التجاري الدولي في اي شهر، وتقسمها على بعضها وتعرف هل كلام السهم ده صح ولا لا. من وجهه نظري لا، غالبا بيبقى صح، غالبا بيبقى صح. بدليل ايه؟ بدليل الحاجات اللي فاتت. فروح وشوف يعني، ما تاخدش الكلام ثقه، روح وشوف. تعالى بقى نتكلم على سعر الذهب اللي هيوصل ل 1751 جنيه ده. تمام؟ الراجل قال لك سعر الذهب هيوصل 1751 جنيه. ماشي. هنعمل ايه؟ بمنتهى الهدوء كده هنقرا المقال ونشوف اللي هو بيتكلم على ايه وبيستند على ايه. هنلون بلونين، بلون اصفر ولون احمر. لون اصفر الكلام اللي هو قايله، ولون احمر الكلام اللي هو عكسه. تعال نقرا الكلام. الكلام اللي بيأكده يقول لك ايه؟ اسعار الدهب في مصر تشهد حاله من الهبوط. كلام مظبوط.
بعد القرار الإعفاء الجمركي. تمام. مما سيسهل على المواطنين شراء الذهب من الخارج بأسعار مخفضة، بدلا من شرائه في مصر بأسعار غالية. طيب خلينا بس نركز كده. هو قال أول حاجة إيه؟ تشهد حالة من الهبوط بعد هبوط أهو، هبوط. وبعدين جه قال لك إيه؟ أسعار مرتفعة. منين هبوط ومن أسعار مرتفعة؟ ده منطقي؟ مش منطقي. ده أول جزئية مش منطقية. الجزئية اللي بعد كده بيقول لك مما سيسهل على المواطنين شراء من الخارج بأسعار مخفضة. الأهم ليس قل الطلب في مصر مما يؤدي إلى تراجع سعره محليا. يعني الناس بره هتشتري الذهب وهنا في مصر هيتراجع. ده كلام برضو مش مظبوط، مش منطقي. ازاي مش منطقي؟ بس في نقطة بس عايز اركز عليها. بيقول لك ايه؟ سوف تستمر اسعار الذهب في التراجع حتى تصل الى قيمته العالية او القيمة العادلة بالاسعار الذهب. تمام؟ يعني هنا هو احنا في مصر هنصل الى القيمة العادلة باسعار الذهب. طب لو وصلنا للقيمة العادلة باسعار الذهب، انت متوقع ان حد من بره هيشتري؟ يعني ازاي انت متوقع الناس هتشتري وانت عندك السعر هنا موجود بالسعر العالمي؟ ده مش هيحصل. ده مش هيحصل، ده مش منطقي. طيب واحد يقول لك لا على فكرة، اقول له اتفضل. يقول لي الناس من بره هتفضل تشتري لحد ما القيمة تبقى عادلة والناس تبطل شراء، فهم الناس هيشتروا من بره، يتوافر السعر فيصبح القيمة العادلة. طب السؤال المهم اللي انا هسأله لحضرتك، ايه هي القيمة العادلة؟ وعلى اي اساس حضرتك حطيت القيمة العادلة؟ ما هي القيمة العادلة؟ ما هي القيمة العادلة لسعر الجنيه؟ وده سؤال منطقي. ايه هو القيمة العادلة لسعر الجنيه؟ اي حد يروح للبنك التجاري الدولي يقدر يشوف البنك التجاري الدولي في يعني الاسهم على بعض ب 45 جنيه. طب انت حطيت القيمة العادلة للسعر على اساس ايه؟ شوف بقى الكلام اللي متناقض. بيقول لك على اساس السعر الصرف او سعر الصرف في مصر اللي هو ب 31 جنيه. تمام، مش مشكله. يبقى احنا هنا عندنا الناس واثقه وعندها ثقه ان سعر الدولار ب 31 جنيه. ده كلام الراجل. ودي القيمه العادله هتتحسب على اساس 31 جنيه. هنجيب سعر الدولار الموجود هنا ونضربه في 31 جنيه يطلع لنا 1751 جنيه. تمام، الكلام هنا دوت. يبقى هو واثق فعلا ان سعر الدولار ب 51 جنيه او 31 جنيه وان فعلا هيتم تقييمه على الحاجه اللي زي كده. ده كلام كده كلام زي الفل. لكن الكلام اللي تحته متناقض. بيقول لك ايه؟ ان المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم لم يثقوا في البنوك لانها لم تحقق لهم عائد حقيقي في ظل ارتفاع الاسعار، ولذلك الذهب في حاله من الضبابيه بسبب مخاوف من عمليه تخفيض الجنيه. فتلاقي ان الكلام مش مترابط مع بعضه. هو هنا قال لك القيمه العادله اما سعر الجنيه او سعر الدولار ب 31 جنيه، ورجع تحت قال لك ايه؟ قال لك على فكره احنا هنا عندنا تضخم والناس عندها ضبابيه والناس خايفه من تخفيض الجنيه. يبقى حضرتك ال 31 جنيه دي انت حطيتها قيمه عادله ازاي وتحت بتقول لك احنا هنخفض والناس عندها ضبابيه؟ فهنا الكلام مش مستقر. يعني الكلام هنا مش مظبوط، مش مظبوط خالص. يعني الكلام وعكسه. يقول لك الناس هنسعر على مثلا 31 جنيه وتحت يقول لك لا على فكره انت مش فاهم. اصل احنا يا جماعه هنا الناس خايفه والاسعار مش حقيقيه والناس مش واثقه في البنوك واحنا عندنا عمليه تخفيض جنيه. يبقى انت ازاي قيمته على 31 جنيه؟ اما الناس خايفه، ايه هو السعر العادل بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ وهنا ما حدش بيتكلم ما هو السعر العادل. على اي اساس هيتم تقييم السعر العادل؟ هل عن طريق بنك السي اي بي وده حاجه رقميه هنا بره والسوق هنا وهنا عامله ازاي، ولا عن طريق سعر السوق السوداء، ولا عن طريق سعر الدولار في بره، ولا عن طريق سعر الدولار في البنك المركزي، ولا عن طريق ايه بالظبط؟
حضرتك محتاج تقول لي ما هي القيمة العادلة للجنيه من وجهة او للذهب من وجهة نظرك. ايه هي القيمة العادلة للذهب من وجهة نظرك؟ هنا السؤال دوت لما بتيجي تسأله لأي حد ما عندوش إجابة، لأنه ما عندوش إجابة لسعر الدولار بكام بالظبط. فالمقال ده في الفنكوش، يعني ما كلامه عكسه في نفس المقال. وحتى هما بيتكلم عن نقطة ان احنا الناس هتشتري من بره وهتيجي. حضرتك انت ناس هتشتري من بره، في ضرائب بره، في سعر مصنعية بره، في المفترض لو بتحمل انت وجاي هيتفرض عليك ضرائب هنا. اما تروح تبيع هنشوف بقى التاجر هيقول لك، احنا لسه ما شفناش، بس التاجر هيقول لك ده احنا المفترض بقى مصلحه مش عارف الموازين، وتخش انت عايز يبقى في دمغه، وممكن تخش في حاجات تانية. فالحاجات دي كلها حضرتك بتسالها هل هتطبق ولا مش هتطبق؟ طب السعر بره هيبقى الفرق بينه وبينه قد ايه؟ فبالتالي حضرتك متصور ان الناس اللي هتيجي من بره هتيجي مش هيكون في فرق في السعر؟ لا يكون في فرق في السعر يا باشا. النقطة اللي بعد كده، الناس اللي هتيجي من بره مين اللي قال ان هم هيبيعوا الذهب وهيعملوا الزيادة للمعروض؟ ما هو ده اول سؤال حضرتك يعني منطقيا بسأله. الناس كلها بتروح تشتري ذهب لانها مش واثقة اصلا ان سعر، بنفس كلامك، بسعر الجنيه هيفضل ثابت، فكله بيجمد فلوسه او كله بيعمل عملية شراء اصول. ليه؟ لان هم خايفين من التضخم، وفي نفس الوقت هم خايفين الدنيا يعني الجنيه قيمته يقل. فبالمنطقيا كده مين اللي قال ان الراجل اللي شاري من بره هيجي يبيع هنا؟ مين اللي قال الراجل اللي شاري من بره هيجي يبيع هنا؟ لا مش هيبيع، غالبا هيخلي فلوسه. طيب لو الراجل اللي جاب وباع هيعمل ايه؟ يبقى ده تاجر. طب تاجر يبقى يعمل ايه؟ يبقى ياخد الجنيه وهياخده وهيحوله للدولار، وبعد ما يحوله للدولار هيطلع تاني يشتري ذهب من بره. طب لما يشتري ذهب من بره ايه هيحصل؟ اللي هيحصل ان سعر الدولار هيزيد. طب ما سعر الدولار هيزيد ايه اللي هيحصل؟ سعر الذهب هيزيد. فالكلام ده يا جماعة يعني كلام مش منطقي. والناس اللي بتقول لك 1750 جنيه ديت، ده شبه مستحيل انه يحصل. ليه؟ ببساطة انت بتتكلمش بس على سعر الذهب، انت بتتكلم على اسعار حاجات تانية مقومة باكتر من ثمنها. شوف الفراخ، شوف العربيات مثلا، سوق العربيات عامل ازاي، الحديد، الحاجات كلها. فالحاجات كلها اسعارها عليت، ودايما تسمع كلمه اوفر برايس اوفر برايس اوفر برايس. طب تمام، اما في اسعار كتيره كده، انت متوقع ان الذهب الوحيد اللي هيفضل يرجع لورا والباقي كله هيستقر؟ يعني والناس كلها رايحه لقدام والذهب هو اللي يرجع لورا؟ منطقيا صعب. ولو انت بس عشان تبقى فاهم، لو انت عايز تعرف الذهب هيقل امتى، عشان اجيب لك من الاخر، وعشان بس بلاش بالله عليكم كل ده حوارات ملهاش لازمه. الدهب هيقل اما سعر الدولار فعليا يقل، اما سعر الجنيه فعليا يزيد، اما يحصل عملية الاقتصاد يبدأ يشتغل، هنا سعر الذهب فعليا هيقل. عشان ننهي الموضوع، توافر سيولة دولارية، سعر الجنيه يزيد، سعر الدولار يقل، النظرة المستقبلية لمصر تبقى مستقرة او ايجابية، الاقتصاد يشتغل، سعر الذهب فعليا سعرتها هيقل. ساعتها فعليا هيقل. اما اخش انا على البنك CIB واشوف، الاقي ان فعليا القيمه بتاعته، لا فعلا قيمه الجنيه زادت. هنا يا باشا مش هنخش في الحوارات اللي دي، الحوارات دي بالنسبه لي يعني كلام وعكسه. هنخش في الحوارات دي اللي هي ايه؟ اللي هي ببساطه ان فعليا عندك اقتصاد شغال، قيمه الجنيه بتزيد، اقتصاد بينمو، الناس كلها هتسحب الدهب وهتروح تشتغل في مشاريع. ده نهايه الموضوع. غير كده هيظل سعر الذهب بيزيد بس.